ومن وسائل الثبات أن يعرف المسلم أن له عدوا لا يريد له هذا الثبات ولا يريد له هذه الاستقامة على طاعة الله سبحانه وتعالى. ومن شأن هذا العدو أنه يراك ولا تراه، وعدو يراك ولا تراه شديد المؤنة كما قال ذلك السلف رحمهم الله. وهذا العدو أمرنا الله سبحانه وتعالى باتخاذه عدوا، وحذرنا سبحانه وتعالى من خطواته وشره ومكره. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. ولهذا ينبغي أن يتنبه المرء إلى خطورة هذا العدو، وأن هذا العدو لا يزال مع العبد إغواء وصدا وجلوسا له بكل أطرقه. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. قال عليه الصلاة والسلام: إن الشيطان قاعد لابن آدم بأطرقه، أي بكل طريق يسلكه، سواء طريق الخير أو طريق الشر. حتى طريق الخير هو قاعد له فيه ليثنيه عنه ويصده ويضعف من تعبد العبد وتقربه إلى الله. ولهذا شرع لنا إذا دخلنا المسجد أن نقول: أعوذ بالله العظيم وبوجهه الكريم وبسلطانه القديم من الشيطان الرجيم. وشرع لنا إذا خرجنا من المسجد أيضا أن نقول: اللهم أعذنا من الشيطان، لأن الشيطان قاعد لابن آدم في كل طريق يسلكه العبد وكل سبيل يمشي فيه من خير أو شر، إن كان خيرا ليصده وإن كان شرا ليدفعه إلى المضي فيه والاستمرار. ولهذا ينبغي على العبد الحريص على الثبات والاستقامة والسلامة من الزيغ والضلال أن يعرف خطورة هذا العدو، وأن يكثر من الاستعاذة بالله منه. وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. فهو وسواس خناس. إذا غفل العبد عن ذكر الله وسوس، وإذا ذكر العبد ربه خنس، أي ابتعد عن العبد. والله يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين.